تحياتي للجميع، يعطيكم العافية. مرحب. هيك أوضاع عم نمر فيها من تقصير الدولة ومن تراجع الفئات الشعبية الموجودة عن التأثير. يعني صار في عنا نحن مثلا الفئات اللي هي عم تمثل الدولة، والفئات اللي عم تمثل القانون، والفئات اللي عم تمثل الدين. هول كلياتهم أنا بنظري صاروا فئات ضالة، لأنهم ما عم يقدروا يفوتوا سواء بحسن نية أو بسوء نية، ما عم يقدروا يمسكوا الموضوع يلي هي موضوع كيف نغير وضع لبنان، كيف ننتهج النهج لتحسين الوضع اللبناني. إن كان من يدعون القانون فهن يأتمرون بأوامر الولي الفقيه أو من لف الفيفو، يعني العونيين أو المسؤولين أو أي واحد عم يمسح جوخ لنعيم قاسم. ما بقى فينا نقول حسن نصر الله لأنه انقبر هلا بجهنم من شاء السميع العليم. إذن نحن هلا قدام وضع قانوني مستعصي، لأن القانون اللبناني والقوانين الوضعية ومن يطبقها في لبنان هم أداة طيعة بإيد إيران وبإيد يلي عندهم كان صواويخ هيفا وما بعد هيفا. وإذا جينا على منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية، لا منلاقيهم بوش معني نكس فيه، ما انه ما فيه، منلاقيهم ولا شيء. لا زال منصب رئيس الجمهورية اوفيس بوي عند نظام الولي الفقيه، حتى ولو انه عطانا ريق حلو وبده يحكي شوي والناس بتنطنط ويا رئيس ويا ريس، وانا ما عندي هالشي. انا بالنسبة لي انا بتعمل منيح بحكي عنك بالمنيح، بتعمل بالقبيح بحكي عنك بالصفة يلي انت حطيت حالك فيها. بس تحط حالك بكادر مرتب ومذهب بحكي بقول الكادر كتير بيلبقلك، وبس تحط حالك بكادر معفن بدي اقول لك يا معفن ما في داعي تمثل البلد. وهون انا ما عم بحكي على شخص ولا على الرئيس، لا عم بحكي على رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، وزراء، نواب، الخ حتى لحديت اصغر كونسييرج يمكن يكون بالبلدية. انتم موظفين لبنانيين، عليكم تشتغلوا لمصلحة البلد، ما عليكم تروحوا تمدوا ايديكم يمين شمال وتفكروا بمصالحكم الشخصية. انتم ناس بدكم تبنوا دولة، يلي بده يبني دولة بيبنيها بدم. ما عم تفهموا هسه لحديت هلا بتفكروا المحاباة بتبني دولة. المحاباة ما بحياتها بنيت دولة ابدا ابدا ابدا، والذل ما بيبني دولة. هلا هون انا بدي احكي على الموضوع الاصلي يلي هو الموضوع انتم عم تتعاطوا مع ناس لحديت هلا المفترض تكونوا فهمتوهم، وانا بعذر جهلكم لانكم منكم فايتين بقصص مقارنة الاديان. بس مع هذا كلياته عليكم تعترفوا بالجهل. انتم يمكن دكاترة بالقانون ودكاترة مدري وين ومدري وين، بحترم علمكم، بس اظنكم انتم اغبياء بإدارة الدولة واغبياء بالتعاطي واغبياء بكل شيء. معلش الناس تتعلم. وقت لما بيكون في انت عم تتعاطى مع شخص نظامه هو او اسلوبه او قناعته انه انتم كفار، قناعته انه بده يتخلص منكم، قناعته انه هو بده يغير البلد، كيف تتعاطوا معه؟ ولا بس لانه شيعي ومعه سلاح منخاف منه؟ الاسير فرمتوه فرم بس لانه حرام سني هذا؟ لا ليكوا يا جماعة، الحكي بده ينحكى، جلد النفس لازم يكون، لأن الواحد يلي ما بيعرف غلطه ما بيقدر يصلحه، والدولة اللي ما بتعرف غلطها وأي شغلة بتقول أنت عم تحكي طائفي، ولك ما أنتوا الطائفية، أنتوا نفسكم الطائفية.
الطائفية بعيونكم، الطائفية بقلبكم، عم تتنفسوها للطائفية انتو. وقت لما بيجي عند شخص دينه بيقول التقيا ديني ودين آبائي وأجدادي، من لا تقيا له لا دين له، يعني الكذب هو دين آبائه، الدين عنده، إذا ما اتبعه بده يفوت على جهنم. التقيا دين آبائي وأجدادي، من لا تقيا له لا دين له. إذا بدي يجي شوف واحد ناس بيقولوا وجهارا ونهارا ووارده بنعمة كتاب نعمة الله الجزائري الأنوار النعمانية، لا نعترف بإله ولا بنبي، خليفتهم أبو بكر وعمر. أنتوا هال عم تتعاملوا مع هيك، هال بيشوفوا أي شخص ثاني، أي مسلم، هذا عدو اللدود. إذا بدنا نجي من النوع يلي أنا أعوذ من كلمة أنا فايت بعلوم كتير، واي شغله بدي استنبطها بدي استعمل علوم كلياتها، مش مثل الشعب الجاهل يلي عنا يلي ترك تاريخه. اي واحد بيترك التاريخ ما في له مستقبل، بيصير مثل، سوري بالكلمه، مثل الحمار يلي ماشي وعم يخبط راسه وعم يتلطم. قولوا لي بس دوله من الدول او حاكم ظالم ما راح بدم، ما انتهى بالدم. مثلا الدولة الفاطمية مين زالها؟ لما اجت وظلمت وقتلت وذبحت، مين زالها؟ الايوبيين، الدولة الاسلامية السنية. شو بيقولوا لهم؟ الصفويين لما اجا مين زالهم؟ ومين خبطهم؟ ومين قدر عليهم؟ الدولة العثمانية، الله ينصرهم كانوا، الله نصرهم عليهم. بدك تجي انت هلا يا رئيس الجمهوريه، انت واللي قبلك واللي قبلك، يلي هن اسوأ 4 رؤساء جمهوريه افرزهم الجيش اللبناني، ورئيس الوزراء اللي بنقول عنه قانوني ما قانوني، هو باين على تنتن على تنتن، الاول بدري شكلوه والثاني بدري شكلوه، ما بدنا نكملهم. بدك تجي، انتم ما شفتوا الحريري كيف عملهم بكل لذه وطيبه، واخر الشيء فوتوا فيه الخازوق. لهول الجماعه ما بدهم سياسه، في شغله بلد بده ينبني، بينبني بالدم، بينبني بهيك وضع. انتوا تخاذلتوا، انتوا كمؤسسة عسكرية، وانتوا كحكومة لبنانية، وانتوا كمجلس نيابي، وانتوا كمجلس وزراء تخاذلتوا، دليتوا الطاطوا وتأجروا قفاكم بالمتعة لحديت ما عملتوا من البلد خلاص خرابة. وبدكم اساكم تستعملوا السياسة. لأي سياسة هي؟ هون بده يكون في، معلش بدنا نقولها، بده يكون ما حينبنى بالبلد، البلد الا بدم وحزم. نحن مواطنين لبنانيين بدنا جيش لبناني، ما بدنا نحن طنطات، بدنا ضباط مثل الناس العالم يجوا، ما بدنا ضباط متحزبين ولا ضباط بالوكاله معينين مدري كيف. ولا قدام ما بدنا جيش ينط على الحكم، ما بدنا واحد عسكري يجي، لان العساكر جربناهم طلعوا، خلينا ساكتين. من الاخر بدنا نقول كشعب، حتى كشعب يلي هو الشعب مسؤول، وقت لما بيجي منلاقي الشعب ما عم يعرف يحكم، بنيجي منلاقي والله قال الاحباش محسوبين على الاسلام، محسوبين علينا، هن ما قلنا عليه فيهم. وهن عم يمشوا مع مين؟ عم يمشوا مع بيت الاسد، كانوا المقبورين، وعم يمشوا مع حسن نصر الله الشيعي اللي هن عم يقتلوا بالسنه. طيب هل يا ترى هل الحبشي يمثلني؟ الجماعه الاسلاميه اللي انقسمت مليون شقفه وما معروف طيزه من وجهها، يلي ساعه مع هذا وساعه مع هذا وساعه بتنسق مع الحبشي وساعه بتنسق مع لا انتوا شو انتوا؟ لا انتوا شو؟ لا الحلو الواحد يكون عنده مبدأ. انا عندي مبدأ وما في حدا عم يمثلني بهالبلد. انا عندي في دولة بدنا نعملها، في قانون بدك تمشي وراه. عسكري ما بدي يجي يحكمني، لانه العسكري فاشل، واثبت اكبر عسكري فاشل على وجه الارض، ويلي بده تلحقه لعنات الله بشلعان. هذا باع البلد، لفجر نص بيروت بسببه، واخر شيء حطت ايده بجيبه وماشي. يعني شو بدي احكي معكم؟ شو بدنا نحكي؟
عم تحطوا ايديكم بايدين الناس راحوا قتلوا المسلمين بسوريا. الدولة عطيتهم كارت بلانش يقطعوا الحدود ويروحوا يقتلوا السوريين ويروحوا يقتلوا باليمن ويعملوا حزب الله تبع الكويت ويدربوا حزب الله العراق ومدري شو يعملوا. لا انتوا دولة، انتوا دولة. لا قسما بالله العظيم لو حدا من الجاردوري بسلموا منصب رئاسة جمهورية بيكون احسن منكم. رئيس مجلس وزراء والله بيكون احسن من ابو قانون اللي جايبينه من برا. لحديت هلا اسا ولا شيء، عم تبيعوا حكي والمضمون ما في شيء. السيكون مأجرين طيزكم لبرا. لبناني وعم قولها، السيكون ولا شيء. السيكون دولة مثل الضراط على البلاط. وقت لما فوت على ناس وبشوف عقيدتهم الدينية وعقيدتهم الإيديولوجية هي محي أي عناصر بالبلد، إن كان بدهم يمحوا المسيحية بس مش هلا وقتهم ليخلصوا من السنة أول شيء، لأن السنة هن أعدائهم الأصلية للشيعة. إذا بتمر على كل العصور وكنتوا دارسين التاريخ، وانا برجع بكررها للمره المليون، انا ماني كومبلكس كثير بالتعاطي، بس انا عم حاول لخص عده شغلات مشان تقدروا توصلوا بالتفكير لتعرفوا مين عدوك ومين صديقك. الشيعي يوم ما قوى حاله صار يسلخ السني سلخ. تقولوا لي مين؟ بقلكم الامام النابلسي يلي سلخوه حي الفاطميين. بقلكم وقت لما فاتوا على العراق الصفويين شو عملوا بأهل العراق، وشو عملوا بضريح الإمام أبي حنيفة النعمان، حولوه لمشخة بس مشان يذلوا أهل السنة. طاردوا أحفاد خالد بن الوليد مشان يقتلوهم ويسلخوهم ويذبحوهم، ضلوا يطاردوهم للشام. أي واحد من أحفاده لخالد بن الوليد يقتلوه. انتوا عم تتعاملوا مع جماعة ما إلهم دين، دينهم هو اللا دين، وأكبر عدو لإلهم هو القرآن الكريم. مشان هيك ربهم بيقول لهم من سابع سما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بيقولوا له لا في ريب. بيقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بيقولوا له لا الأئمة عنا قالوا في 2000 حديث بتحريف القرآن. يعني أئمتهم هن أربابهم. أنا عم أتعاطى مع واحد ما له رب، من واحد ما بيعترف بقرآن إلا بالكذب من تحت لتحت. يعني بيقول لك أنا عندي قرآن بالبيت وبقرأ قرآن بالبيت، بس نحن اللي بنتعامل بمقارنة الأديان نحن مرقين عليهم وعاملين مناظرات معهم، بنعرفهم أكثر من أي شخص جاهل من هالبشر يلي قاعدين هون. مش تكبر، بس وقت لما بدي أفرض قوتي بتكبر ما عندي أي مشكل، بدي حطها وبحطها على العين أكبر غبي بده يحكي بقصة اني طائفي ما طائفي. حبايب قلبي وقت لما بتجي الطائفية وحدا بده يتعدى على ديني، انا طائفي ومن على راس السطح، وبدعس اكبر راس باجري وبالمنطق وبالحجة ومن كتبكم ومن ان كان اي دين من الاديان الحمد لله رب العالمين، ولا حتى كان من يلي هن بفوتوا بيحكوا بقصة شو بيقولوا لهم الالحاد. ما عندي اي مشكلة، بتعاطى مع الكل انا. بس ولكن نحن هلا عم نحكي سياسي. يا دولة لبنانية، يا اما انتم دولة يا اما انتم منكم دولة. يا مواطن يا لبناني، يا اما انت عندك دين، يا اما انت سوري بالكلمة دنبك من هون للصين. بدك تعرف عدوك مين هو. عدوك هلا حاليا حزب الله، وعدوتك اسرائيل. سبحان الله، أحفاد الله بهالفترة الزمنية وكل أحفاد القردة والخنازير يضربوا أتباعهم السابقين الشيعة. من هون بدنا نحكي إنه ما في شيء اسمه وطنية. هلا الوطنية هي ولائك للوطن، مش لناس مدعيين الوطنية وهن إيرانيين قاعدين هون. ولائك أنت هون لدينك، مش لناس عم يدفعوا لك دولار ليشتروك وانت تمنك ما حبتين بازيلا. من هون المنطق بده يكون. دراس دين غيرك،
لا تفهم انت شو بالنسبة لغيرك. انت ما اكثر من حمار عم يمتطوك، ان كنت موجود نائب ولا كنت موجود وزير ولا كنت مواطن عادي عم يمتطيك الايراني، ولا كنت حزبي ولا كنت حبشي ولا انت مأجر ظهرك. انتبه على حالك، رجع لربك ورجع قول انا عندي بلد بدي ابنيه. يعطيكم العافية.